الأحداث الخارجة التي تتحدث عنها هي إلقاء الشماريخ من قبل الجماهير الترجي، وتم التعامل معها من قبل رجال الأمن في أرض الملعب لإطفاء الشماريخ، ثم موجود الآن أمامي جمهور الترجي التونسي وسط حراسة أمنية بانتظار خروج كل جماهير الأهلي من الملعب. لم يحدث احتكاكات ما بين الجماهير، وإنما حدث كما ذكرت إلقاء شماريخ، وهي هنا بالنسبة للأمن المصري مرفوضة تماما، لكن الضيوف لم يفتشوا في الدخول كما هو حال الجمهور المصري حينما يدخل إلى الملعب، وبالتالي ألقيت الشماريخ، وهي كما تعلمون عادة في شمال إفريقيا منتشرة منذ حين احتفالات وابتهاجات أو حتى في الغضب. أشرف محمود، كنت متحدثا إلينا من استاد القاهرة، شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات. إذن نعود لنواصل الحديث كباتن، نتحدث عن الصور اللاحضارية. تحدثنا في البداية عن شيء جميل جدا، وجبة العشاء التي ربما كانت دعوة من أنصار الأهلي لأنصار الترجي، ولكن ما يحدث في المدرجات هذا ربما يسيء لكرة القدم الإفريقية، يسيء لأشياء كثيرة، في الوقت الذي نأمل أن نرى الصور الحضارية، لأن كرة القدم في النهاية هي لعبة، وما نتمناه أن تنتصر الروح الرياضية، ما نتمنى أن نراه بأن الروح الرياضية هي ربما المكسب الحقيقي. بكل صدق أنا كتونسي نخجل كي نشوف الحالات هذه، الفئة هذه من المتفرجين والمحبين، ما اعتبرهمش محبين، هذو مشاغبين هذو. وأنا متأكد اللي شفناه في أول الاستوديو هذا كان شيء جميل، كان وصحيح، ونتمنى أن يتواصل صحيح. وهكا شاهدنا أن يكون مجرد سحب الصيف. وهكا الجمهور الترجي صحيح، الترجي المحب الترجي هو اللي شفناه في البداية، هذا مش جمهور الترجي، هذا ما فئات محسوبة، لكن محسوبة على الترجي. هذا أنا شخصيا نخشى نشوف الشيء هذا، لأن ما عنده حتى صلة لا بتشجيع ولا بيروح رياض، ما نقدرش نعبر. عندما نتحدث عن الترجي نتحدث عن فريق بتاريخه، لا يحتاج ربما صح. لبعض الأنصار المحسوبين، لأننا عندما نتحدث عن القاعدة الجماهيرية في تونس هناك ربما صور حضارية، كل الأندية التونسية عشنا أجواء مثيرة جدا، وبالتالي هذه فئات محسوبة فقط. لا محسوبة، هذا شوف حتى ما أدري أنا، ما نقدرش ما نحبش نشوف هلا الحالات هذه. يعني خليني يعني كابتن يوسف بيتكلم عن جمهور الترجي، اسمح لي ان احنا نعمل مقارنه بين اللي شفناه قبل المباراه من صوره حضاريه بين جمهور الاهلي والترجي، وقله هنعتبرها قله دخيله على جمهور الترجي. طبعا ده مرفوض، بس لازم نتعامل مع الواقع بيقول ان الوضع ده موجود، يعني علشان نتعامل معاه لازم مجهود كبير، مجهود من الإعلام، موجود من الأندية في توعية الجماهير، موجود في إظهار المعنى الحقيقي للرياضة. احنا بنتكلم عن مباراة بنقول عليها ممتعة، في رأيي الخاص مباراة ممتعة فنيا من مديرين فنيين، من لاعبين. لازم الناس تتقبل بصرف النظر عن النتيجة، لازم الناس تفهم المعنى الحقيقي للرياضة. إذا نعود للحديث عن الجوانب الفنية لمباراة كبيرة بين كبير